مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من رب. في آونة الأخيرة أصبحت أثق بأن لا شيء ينفعني في دنياي سوى صلتي بخالقي، وما الدنيا إلا حياة فانية تؤلمنا وتبكينا ثم تتركنا لصندوق من تراب. أصبحت الجنة تشغلني وأنتفض اشتياقا لها كلما تذكرت تقصيري على نفسي. يا نفس ويحك ترهلت بالذنوب، أفيقي من سباتك واندفعي بشوق لرب غفور. ارجي من الله رحمة تنتشلك من بحر الذنوب، فعتمة القلب ستشرق بعدها ويهطل دمع عينيك في خضوع. يا نفس تزودي كوني تقية، فهنالك جنة تحقق لنا حياة الخلود، ملؤها السعادة والوقار، فيها من الأنهار ما يروينا ومن النعيم ما يذهلنا، وكوثر بإذنه سيسقينا. يا لذة الأسماع بما تسمع فيها، ويا لذة الأبصار بما تبصر فيها، ويا لذة القلوب بما تشعر فيها، ويا لذة أنهكتنا اشتياقا، لذة الأبدان بالوقف بين يدي الرحيم الرحمن، ونحن في سرر متقابلين جرد مرد مكحلين، لا نشكي لا نبكي لا نحزن لا نشيب. في الفردوس قصورنا بجوار سيد الخلق الحبيب المصطفى. لذلك أدعو الله كثيرا بأن يا رب أمي وأبي وأحبتي أريد أن أريهم جنتك معي، فانزع حب الدنيا وغثاءها من قلوبنا، واجعل الجنة هي ما نصبو إليه، واجعل الجنة هي ما نصبو إليه. وليعلم من أشغلته ظروف الحياة أن المشاغل لن تنتهي، وأن الجنة حياة الحياة. الجنة حياة الحياة. بقلم ريم الجدة.